السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. حياكم الله إخواني أخواتي. إخواني الكرام، هذا النهار الجو زوين والله العظيم، إلا الجو زوين سبحان تبارك الله ما شاء الله. راني في البالكو ديالي، هذه هي البلاصة ديالي، وراني كنسكن في ضواحي عاصمة باريس اللي هي ما يسمى بأون سوبا 93. طبيعة الحال هاد السنة راتينا العطلة حتى السنة المقبلة إن شاء الله بحول الله. راني عندي شوية ديال الخدمة وخدام في الدار ديالي على كل حال. وهذا النهار إن شاء الله اللي هو هذا الموضوع مهم الإخواني خواتي. كما وعدتكم مؤخرا في الفيديو تكلمت لكم على ديال أنا كان اليوم اللي وصلنا لواحد الوضعية ديال ما يسمى التكنولوجيا. خصك تكون فاريتي باس بارتو، داكور اخوتي. وغنعطيكم واحد الامثله في هذا الموضوع، وغادي ندخلوا في الموضوع كما وعدتكم مؤخرا في الموضوع. قلت لكم اللي غادي نشارك معكم هذا الموضوع ديال ما يسمى اللي هو الراتب الشهري. يعني شحال كتخلص نتايا في الشهر هنا في فرنسا، وشحال مقابل اللي هو شحال كيخلص عليك الباترون. هذه هي اللي بغيت نقول لك اخوتي، اللي ولاو لي باترون كيتهربوا بها. كيقول لك الصالير وزيد نخلص عليه مقابل شحال. غادي نقول لك شحال غادي تفاجئ. يا ريت بزاف تاع الناس كيقول لك اخويا انا كون غير يعطيهم ليا الصالير ديالي وداكشي اللي كيدفعوا السنه ديك يعطيهم لي ونخدم 20 عام ولا غير 10 سنين ندير لاباس ونمشي نحل المشروع ديالي. ولكن علاش شوفوا اللي هم الباترونال هنا في فرنسا الاغلبيه اللي كيحل الشركه ديالو كيقول لي حتى هو سالاري في الشركه اللي هي الشركه ديالو ما يسمى بي دي جي، اللي هو كيسير ديك الشركه، ولكن حتى هو سالاري بحالك بحالو. انت خدام في الشركه عندك لا فيش دو باي، راه حتى هو بحالك. كاين ما يسمى بارتيزون، داكور الاخوان. لهذا بغيت نقول لكم هذا النهار ان شاء الله بحول الله اللي غادي نقول خوتي المتتبعين الله يخلينا ويخليكم تفاعلوا معنا، ديروا لنا واحد شويه ديال الجام، شي كلمه زوينه باش نطلعوا المشاهده والسلام. راه ما فيها والو انك تطلع عليك البطونه ما غاديش يتفرج عليك البورتال صاحبي ولا نادر. علاش؟ باش تطلع المشاهده والناس دير الفكره في هذا الموضوع اللي كنشارك معكم بحكم انا مقيم في هذه البلاد اللي هي فرنسا. يا فرنسا يا فرنسا. بطبيعه الحال اخواني اخواتي، علاش نرجعوا للموضوع اللي هو كما قلت لكم. علاش كنشوفوا اللي هم الشركات اليوم او ما يسمى بالشركات الكبرى اللي ولا كيدير براسو انه كما يقول واحد المثل بعد على راسه وشقف. بطبيعه الحال عنده الاقدميه وعنده ذاك اليونتال، ولاو ما كيبغيوش يبوشي. مشاو بواحد الطريقه اخرى اللي هو ما يسمى كما قلت لكم مؤخرا في الفيديو. كتحل الشركه ديالك انت كمقاول، تجي تحط الملف هو يعطيك الخدمه، يعطيك الخدمه على الاسم ديال الشركه اللي راك اللي هو الشركه ديالو. ولكن راه خصك تكون مستقل. دير شي غلط يقول لك اسمح لي، لان راه كيخدمك هو في اسم الشركه ديالو. وهنا غادي تخدم بزز منك، لان علاش خصك دير لا مارج ديالك. راك هو دا لا مارج ديالو. هنا ولاو كيهربوا بهذه القضيه ديال انا باش يعني بوشيو الخدامه، لان غادي يخلص عليه جوج ديال القسمات الاخوان. راه عندك صالير مقابل اللي غادي يدفعوا لك للدوله، وغادي نقول لكم شحال. داكور يا اخواني اخواتي. من طبيعه الحال علاش بقاو يتهربوا هذه القضيه كما قلت لكم مؤخرا في الفيديو. التكنولوجيا اللي هي محاربه اليد العامله، والانسان خصو يتطور في هذا الوقت، يتعلم الانترنت، يتعلم بزاف ديال الحوايج. آه نعطيكم على سبيل المثال. بحكم كنت اعزف على آلة الكمان، انا ولد مدينه ابركان، وتحيه المنطقه الشرقيه، وتحيه الناس ديال مدينه ابركان، وتحيه الاخوان المغاربه داخل وخارج الوطن، من القويره او من طنجه الى القويره. تخيلوا مع ذاك الوقت اخواني اخواتي شحال كنا كنمشيو للعرس. كنا كنمشيو مجموعه يعني جروب، كنا كنمشيو خمسه سته بعض الاحيان حتى سبعه. كنت اعزف على آلة الكمان للاورغانيزم، يعني اللي كيلعب على السانتي، بلادري، رابكي، شنشانه، باتور. بحال كنا نمشيو الاخوان ومغني. اليوم واحد بوحدو يمشي يقوم لك العرس. علاش؟ حرجوا تكنولوجيا. بوحدو الا كان عنده الصوت زوين ويعرف يغني ويعرف يعزف، ولا زابليكاسيون كيفاش يعمل داكشي ديال اللي بلي رونجمون يخدم بوحدو. منين تسمع منين يطلق داك الماتريال كانه راه ماشي 10 ولا 15 واحد اللي كتعزف معاه. بطبيعه الحال السانتي لا بواطي ريتم، لا بواطي ريتم فيها كلشي، فيها الدربوكه، فيها لا باتري، فيها الشنشانه، فيها الدربوكه، فهمتوا البندير يطلق وتسمع الكترونيك. السانتي نفس الروايه، فيه داكشي ديال لي رونجمون كلشي تما داخل، ويطلق لي باز ويطلق الجيتار ويطلق، هو غادي يبقى يلعب ويغني. انت غادي تسمع تقول لان كلشي خارج بديك المصيبه ديال التكنولوجيا اللي هي لانفورماتيك. لانفورماتيك لا هي لا ماشي لانفورماتيك التكنولوجيا. المهم
انا نرجعوا للموضوع خوتي اللي هو مهم باش ديروا واحد الفكره الله يخلينا ويخليكم، ولكن بارطاجيو معنا واعطيونا بالاراء ديالكم شي جام باش نزيدوا ان شاء الله على المسيره ديالنا في هذه المواضيع. كاين واحد شويه ديال هادشي واحد راه تطرى علينا بالمطار اللي يدوز باش ندوزوا الموضوع. المهم هنا غادي نتكلموا على الموضوع ديال ما يسمى ارتيزون. ارتيزون اللي هو كيكون يلاه حل الشركه ديالو بطبيعه الحال ما يسمى مقاول، ولكن ملي كتحل الشركه ديالك انت كارتيزون الاغلبيه ديال هادو الناس مساكين ما يكونوش عندهم لا كليونتال، يلاه غادي يبدا من البدايه باش غادي يكبر الشركه ديالو. كلهم الاغلبيه بداو بهذه الطريقه هذه، ويمشي مع هادوكا دوكا عامين 3 سنين 4 سنين ويزيد يكبر الشركه. وكل واحد كيفاش، كاين اللي يدير فايت، كاين اللي خصو غير يجمع ديك ديك الاونه ويبلع ويمشي، كل واحد كيفاش. دونك هادو ما يسموا بارتيزون منهم يدير كسالاريال اللي هو الشركه ديالو، الشركه ديالو هو يدير السالير ديالو بحالو بحال الخدام. بعض الاحيان هادو كتلقى عنده خدام ديكلاري، وهادو خص تعرفوا بالاغلبيه مساكين هما هادو اللي كيخدموا الناس اللي هما بدون وثائق، حراق. وهادو هما اللي كيطلعوا الورق لهاد الناس هادو ما يسمى بحراق. كيفاش؟ يعني علاش؟ دير بيا ندير بيك، لان هاد المقاول كيكون حل الشركه ديالو على حساب الخدمه. بعض الاحيان كتكون عنده الخدمه ويلاه بدا وكوماسات الخدمه، بطبيعه الحال لابد خصو اللي غادي يساعدو شركه. من هنا تبقى وهادو اللي كما قلت لكم اللي هو ما يسمى بالحراق غادي يديكلاريه. راك تعرف دير بيا ندير بيك. شنو هو؟ خصك تكون عندك الاقدميه اللي هي 3 سنوات، يعني كاين عندك شي وثيقه اللي هو يثبت عليك ان عندك 3 سنوات هنا في فرنسا. 24 فيش دابا عفوا، وسير دفع الديكلاراسيون ديالك، دفع عفوا دفع لا بريفكتور باش تحصل الوضعيه ديالك. هنا هاد الناس هادو جمع من المقاول، شكون اللي كيعطيهم الخدمه الاغلبيه واللي هي قليل كتكون عنده ديالو لي كليونتال اللي هم الشركات الكبرى اللي عندها الاقدميه وعندها خبره بطبيعه الحال. وهاد الشركات اللي هما ولاو كما قلت لكم خارج الفيديو ولاو ما كيبغيوش يبوشي، يشد الخدمه اللي عندها شركه قديمه وعندها لا كليونتال ديالها ويعطيك الخدمه نتايا كمقاول، ولكن دوز بالشركه ديالو وتخدم على الاسم ديال الشركه ديالو. خص الكليون اللي غادي يمشي يصيفط تخدم عنده ما خصكش تقول له راني ارتيزون. وهذه راه وقعت، راه اصلا الباترون يقولها له، والخدام اللي خدام يبصيه ولا لا. راه كفايت بطريقه اخرى. ايوا شنو هو؟ خصك تخدم وتحترم. هذه هي اللي ولاو هاد لي باترونات يديروا بهذه الطريقه باش يمشي هنيئا ومطمئن، وانت بزز منك تخدم. ولاو كيتهربوا بهاد اللي هما ما يسمى لومبوش، يدخلك انت تخدم كسالاريي، يعطيك ان سالير ويبوشيك وتبقى واحد المده ديال ازين 15 عام سنه وانت في الشركه. هنا غتبقى دير له ديرو ديرو، راك تما تبونتي النهار ديالك وتمشي تروح. هذه كيخافوا بها، لان علاش؟ يعطيك السالير ديالك ومقابل اللي هو غادي يدفع عليك داكشي ديال المسمى بالقوانين. هذه هي اللي كيتهربوا بها. نعطيك على حسب المثال، يعطيك 2000 اورو مقابل 2000 اورو اللي هي ديال القوانين. وشنو هو؟ بطبيعه الحال 2000 اورو غادي البدايه باللي غادي تفهم معاه وتونجاجي 2000 اورو هي ما يسمى بروت. غادي يحيد لك الله اعلم، ما عرفتش بالضبط شحال الحساب، ولكن نعرف بانه ابوبري كوم سا يحيد لك واحد 200 ولا 300 اورو اللي غادي يحيدها لك باش يدفعها مع اللي هو غادي يخلص عليك. يعني غادي تبقى لك 1700 اورو، هذاك هو ما يسمى بالنت. زيد عليها اللي هو غادي يزيد عليك 1700 ولا 1800 مقابل السالير ديالك ترجع له شحال 4000 اورو تخرج لا كيس ديال الشركه. ولكن انت غادي ترجع لك ديك 2000 اورو، لان علاش؟ غادي يزيد لك ما يسمى لا كاميل، يزيد لك حوايج اخرين 1700 تولي لك حتى 2000 اورو، يعني يولي لك السالير 2000 اورو مقابل 2000 اورو هي 4000 اورو اللي غادي تخرج من الباترون. هذه هي اللي كيقول لك انا كيفاش السالير وزع عليه نخلص عليه ويمشي لي للشونتي ما يبغيش يخدم لي يبقى يدير لي تمايا، لا. ولا كيتهربوا بها. دونك رجعوا الموضوع ديال هاد الشركات الكبرى كما قلت لكم اللي هم الاغلبيه فرنسيين، يفضل يرجع حتى هو كسالاري اللي هي الشركه ديالو. بطبيعه الحال ملي غادي يحل شركه البدايه يولي كسالاري، وهو البي دي جي ديك الشركه اللي هو كيسير ديك الشركه، والخدامه اللي مع خدامين حتى هما سالاريين بحالو بحالك وبحالهم. كيفاش؟ هنا بطبيعه الحال شنو كيديروا هاد لي باترون اخواني خواتي؟ على حسب المدخول ديال الشركه. لهذا بعد الحين كتلقاه الباترون السالير ديالو 4000 5000 6000 7000 8000 حتى ل 20000. المهم على حسب المدخول الشركه وشحال ما خلص لي شارج، المقابل اللي هو من بعد كيوصل التقاعد غادي يخلص مزيان. اذا قدر الله الشركه دارت فاتو يمشي للشوماج غادي يخلص مزيان. قدر الله مالادي ولا مالادي بروفيسيونيل غادي يخلص مزيان. شفت كيفاش كيمشيو هما يكوتيزيو للسنه كيوجد راسو للدوير الزمان. هذه هي اللي كيديروها الفرنسيين. ولكن واحد النقطه مهمه
اللي هو بالنسبة للأرباح. أعطيكم على أحسن مثال، هذه هي اللي هي من القانون الفرنسي، وأنا كنقول لك أنا معليش، أنا عندي الصالير ديالي ومن واحد غادي كندخل نطلّع في الصالير ديالي ما يهمنيش. الأرباح اللي هي نعطيكم على سبيل المثال غير باش نقرّب لكم الموضوع، دخّلت الشركة ب100 مليون ديال الأرباح، يعني خدامة خالصين القوانين كلشي مديكلاري كلشي خالص، بقات 100 مليون ها هي دخلت ديال الأرباح. خص تعرف بلي هذيك ال100 مليون عفوا الله نطرطر عليا 100 مليون الدولة تدي معاه في الضرائب اللي هي 60 مليون، شحال تلقاو 40 مليون، 40 مليون كتبقى في لاكيس ديال الشركة، هنا هو يدير بها اللي يبغي، هو راه خلص الشركة عنده الصالير ديالو راه خلاص وصاوب ودار كلشي، ولكن 40 مليون بقات له في لاكيس راه ديالو يدير بها اللي يبغي، بغا يكبر بها الشركة، بغا يشري بها السيارات، بغا يصاوب بها حوايج اللي بغا يدير بها، وهنا في نفس الوقت إلا بغا يديها ديالو. ولكن في الحقيقة والقانون هو خصو يعطي الخدامة ديالو لأن ما جابهاش بوحدو، الخدامة اللي خدامين معاه حتى هما راهم شاركوا ديك ساهموا في ديك الدخول ديال داك المنصب اللي دخل ديال الأرباح عفوا. هنا كنشوفوا بعض الأحيان وييه كيدير على سبيل المثال بغا يدي هو 20 يديها، عفوا تبقى ديك ال20 يفرقها 2000 € لواحد ولا 500 ولا 1000 € المهم. هذه كيديروها اللي هو من كل يعني السنة، يعني كي توصل رأس السنة كيديروا هاد الطريقة وكيديرها حتى حنا الباترون ديالنا. صافي اخوتي ما نكثرش عليكم، راه يبان لي الفيديو وصل لواحد المستوى باش ما نطولش عليكم، وتحياتي لكم واحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا تلقاو على خير. فوالا.